لو انت عروسه وبتجهزي، هاتي ورقه وقلم يلا عشان اقول لك الليسته اللي انت هتجيبيها. طبعا انتوا منتظرين دلوقتي ان انا اقول لكم هاتوا كام طقم كاسات وكام طقم كوبايات وكام طقم حلل وكام طقم طاسات وكذا وكام طقم صيني منتظرين كده. لكن بصراحه مش ده اللي انا جاي اقوله لكم خالص، انا بس كنت بقول لكم كده في الاول. انا عايزه اقول لكم بجد، احنا الثقافه اللي عندنا في موضوع تجهيز البنات ده بجد لازم تتنسف، لازم تتنسف. دلوقتي يعني اتنين جايين مقبلين على حياه، اتنين فردين هيحتاجوا ايه؟ يعني فردين داخلين لسه هيبداوا حياه مع بعض، محتاجين كل كميه الحاجات اللي بتيجي في الجهاز ده. محتاجين 10 فوط و10 اطقم ملايات وطقم صيني 300 قطعه وطقم اركوبال 250 قطعه و10 حلل. هل ده منطقي يا جماعه بجد؟ ارهاق للاسر وارهاق للبنات، وحاجه ملهاش اي لازمه، وحاجات بتقعد ما بتستخدمش بالسنين، بعشرات السنين، بتجيبوها بس عشان تتمنظروا، او نتمنظر قدام الناس اللي هيجوا يباركوا لنا. يا جماعه بجد ثقافه التجهيز البنات لازم تتنسف بجد. دلوقتي انتم اتنين داخلين مقبلين على حياه جديده ان شاء الله، المفروض تجيبوا حاجات على قد فردين. يعني كميه الحاجات اللي بتيجي دي ما ينفعش بجد والله العظيم. مفهوم النيش اللي بيجي ده وبيتحط فيه الحاجات يتركن فيه طقم الصيني اللي ما بيستخدمش اصلا، والحاجات دي تبقى منظر وديكور، ده خلاص على فكره يعني ناس كتيره جدا مبقتش تعمله. فبلاش تجيبوا نيش، اصلا النيش ده اصلا ملوش لازمه. فوفروا على نفسكم بنود كتير ملهاش اي لازمه. اطقم الملايات والحاجات دي انتوا يعني كفايه طقمين ثلاثه بالكتير، وبعد الجواز كملوا. يعني انت مش لازم تخشي كعروسه جاهزه بكل حاجه وترهقي اهلك وجيبي حاجات ملهاش لازمه. انت هاتي الاساسيات على قد فردين، وبعد كده انت كملي انت وجوزك ان شاء الله الحاجات اللي انتوا محتاجينها. بجد يا جماعه والله العظيم فكروا كده، اهتمي اكتر بشخصيه الانسان اللي انت هتعيشي معاه. يعني انتوا بتشغلوا نفسكم في الحاجات الفرعيات دي وتيجوا في الاخر بيحصل طلاق وما ما بيكملوش مع بعض، علشان هم شغلوا نفسهم بالرفايع والحاجات التافهه دي، وما ركزوش في شخصيه الانسان اللي المفروض هيعيشوا معاه العمر كله. ركزي الاول في شخصيه الانسان اللي هتعيشي معاه، هتشوفي يعني بيبان بقى من التعامل ومن الكرم وبيبان من الاخلاق. ركزي في الحاجات دي لان هو ده اللي هيعمر معاكي، مش طقم الصيني ولا الاركوبال ولا الحاجات دي هي اللي هتعمر، صدقوني والله الحاجات دي ما بتنفع. ركزوا في الشخص نفسه وما ترهقوش نفسكم واهاليكم بحاجات ملهاش اي لازمه.